أما الشارع الكروي الفرنسي فقد استيقظ على وقع الصدمة الكبيرة التي تلقاها باريس سان جيرمان بعد خسارته الثقيلة على يد برشلونة وخروجه من دوري الأبطال. المزيد في تقرير مراسلنا نسيم طالبي. خيبة أمل كبيرة في الشارع الكروي الباريسي بعد خروج باريس سان جيرمان من دوري الأبطال أمام برشلونة عقب سيناريو مباراة لم يكن يتوقعه حتى أكبر المتشائمين منهم. نتلقى 3 أهداف في 7 دقائق من دون أن نرد وننتظر الأهداف. هذا الأمر غير مقبول. لا أجد الكلمات لتفسير الأمر. لم أفهم تعاطي اللاعبين مع المباراة من دون روح قتالية. الكل بدا خائفا. صدمة الإقصاء المر هذا جعلت البعض يتساءل ويبحث عن الأسباب، خاصة بعد المباراة البطولية للباريسيين ذهابا في البارك دي برانس. أسباب الصدمة هذه وإن تعددت بحسبهم، إلا أن الخيبة واحدة لأنصار كانوا يتطلعون لمواجهة الدور المقبل والذهاب بعيدا في هذه المنافسة. أشعر بخيبة كبيرة. الفريق بدا مغايرا تماما عما فعل في الذهاب. الأمر مؤسف حقا. الكل كان يأمل في التأهل، لكن ما حدث هو إخفاق على المستوى الذهني من قبل اللاعبين والمدرب أيضا، لأن الأمر لم يحدث قط في تاريخ كرة القدم ودوري الأبطال. يجب البحث في الأسباب. لم أنم جيدا. فازوا بسداسية رغم أن ميسي لم يكن في يومه. يجب الاستفادة من هذه التجارب ومحاولة العودة في الموسم المقبل أقوى ذهنيا. جماهيريا وإعلاميا الصدمة كانت كبيرة في فرنسا، قد تبقى في الأذهان طويلا. انكاليفيابل أو لا يمكن تصوره، هكذا عنونت جريدة ليكيب صفحتها الأولى بعد الخسارة الثقيلة لباريس سان جيرمان أمام برشلونة. خسارة ثقيلة لم يكن ينتظرها الكثيرون هنا في باريس. نسيم طلبي، بين سبورتس، باريس.